مستمعينا الكرام، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج رحلة وعي. معكم محمد أشرف، وهكلمكم في البرنامج ده عن كل حاجة تخص التغذية وكل حاجة تخليك تبقى في جسم سليم وفي صحة سليمة. خلينا نبدأ النهاردة بسؤال مهم جدا. عمرك سألت نفسك أنا ليه بصحى من النوم مكسر؟ ليه بصحى من النوم تعبان وحاسس إن أنا دايخ ومش ظابط نفسي مع إني نايم كتير؟ عمرك قلت لنفسك هو أنا كنت بعمل إيه وأنا نايم؟ ما أنا نايم بقالي 8 ساعات، ليه صاحي عايز أنام تاني؟ الحقيقة الفكرة مش في النوم خالص، ولكن الفكرة في طريقة التغذية اللي احنا بنتغذاها. خليني أشرح لك الموضوع بطريقة مبسطة كده وأقول لك لو أنت عندك مصنع، المصنع ده بتدخل له خامات، الخامات دي مش أحسن جودة. المصنع ده يطلع منتجات عاملة إزاي؟ أكيد هيطلع منتجات تعبانة. بالظبط جسمك زي المصنع اللي أنت بتدخل له خامات، والأكل ده زي الخامات اللي أنت بتدخلها. فكل أكل أنت بتاكله أو كل حاجة أنت بتحطها في بقك هي بتحدد مصير جسمك وبتحدد مصير مخك. مش بس الأكل بيأثر على وزنك وبيأثر على شكل جسمك، لكن كمان إن هو بيأثر على طريقة تفكيرك وبيأثر على حاجات كتير جدا جدا جدا، من ضمنها أمراض زي مقاومة الأنسولين والسكري والضغط والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي مرتبطة بس بالتغذية. للأسف إحنا ثقافة التغذية عندنا قريب جدا بقت الناس تفهمها، ولكن من زمان ما كانش عندنا الثقافة دي. ولحد دلوقتي في ناس كتير مش بيفرق معها موضوع التغذية، وكل همه في الحياة إن هو ياكل على قد ما يقدر. ممكن ناكل بالثلاث ترغيفة في الوجبة الواحدة، ممكن ناكل أكتر من حاجة في الوجبة الواحدة، ولازم نحلي ولازم ناكل فاكهة. مش عارف ليه لازم نحلي ولازم ناكل فاكهة. ولكن الحقيقي إن أنت لازم تاخد بالك من كل حاجة داخل جسمك. وأول حاجة هكلمك عليها النهاردة، وأهم حاجة عشان تعمل نظام غذائي صحي، وأهم حاجة لجسمك حتى لو أنت مش عامل نظام غذائي صحي، وهي المية. المية دي يا جماعة من أهم الحاجات اللي أنت لازم تدخلها جسمك. ليه بقى؟ 70% من جسمنا مية، بلا مبالغة. يعني حضرتك كتلة مية ماشية. كل حاجة في جسمك بتتغذى على المية، الدم والعروق والعضلات وحتى مخك بيتغذى على المية. فالمية دي من أهم الحاجات اللي أنت ممكن تدخلها جسمك. طب أنا أعرف منين جسمي محتاج قد إيه مية؟ أنا جسمي محتاج لكل 25 كيلو من جسمي لتر مية. يعني أنا لو وزني 100 كيلو محتاج 4 لتر مية. طيب إمتى الأوقات اللي أشرب فيها مية؟ أول ما أصحى من النوم، قبل ما أنام، أوقات التمرين الشديد أو أوقات العرق الشديد، أوقات الحر الشديد، أوقات الحركة الشديدة. بمعنى أصح أنت طول الوقت ماسك إزازة مية وبتشرب فيها. المية دي مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك إن المية مش بس بتساعد إن جسمك يبقى رطب وإن جسمك يبقى كويس، بل هي كمان بتساعد على تفكيرك، بتقلل من مقاومة الأنسولين. ومفاجأة إن أنا طول البرنامج اللي أنا هكلمك فيه عن الصحة وعن التغذية، أكتر حاجة بتحرق دهون هي المية. لو أنت شربت كوباية مية قبل الأكل هتكون بمثابة سحر، وهتخليك تحرق بنسبة 30% من الوجبة اللي أنت بتاكلها. وكمان هتشبعك وتخليك ما تاكلش كتير، فتخلي معدتك صغيرة. حتى لو أنت أكلت أكل غلط، المية دي هتخلي الأكل اللي أنت أكلته يكون كمية قليلة فما يكبرش بطنك. وبكده تكون خلصت معانا أول حلقة، وأشوفكم في حلقات تانية كتير. واستمر معانا واعرف إن صحتك أهم حاجة، فاستثمر فيها.